برا قلنا السلام عليكم الناس الكل. المنتخب التونسي وتشكيلة تونس ضد اليابان في الجولة الثانية بعد ما كلينا 5-1 ضد السويد. فضيحة بأتم معنى الكلمة. المنتخب التونسي باش نحكيو فيه الموضوع أكيد، أما باش نمشيو يعني نحطوا تشكيلة على الأقل المنتخب التونسي اللي بليز موان نجموا ننافسوا بها على الأقل، حتى نخسروا على الأقل نخسروا بشرف، مش نخسروا والله كان كلينا 5-1 ولعبنا الهجوم يا أخويا في الهم عزي. أما تاكل 5-1 وأنت خايف، بصراحة حاجة هذه ما برجولية. برشا كلام باش يتحكى في الفيديو هذا. ما تنساوش اللايك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونبداو بحراسة المرمى. الشامخ قول له شكر الله سعيك، السلام عليكم. بصراحة ديجا كان يحط أساسي في المباراة هذه يزيد يضره أكثر. كل وين باش يحط الشامخ أساسي باش ياكل على راسه مسكين معناتها. معنويا طايح من مباراة بلجيكا، تعاود تحطه أساسي. تشوفه يا أخي أوكي حطيته أساسي وفي برنامجك إنه باش يكون أساسي، تشوفه عمل غلطة خرج منع على الأقل خطر صحيح. خاطر يعني ما تصداش لكرات سهلة ضد بلجيكا، وزيد ما تصداش للكرة السهلة ضد المنتخب السويدي الكرة الثانية. صحيح معناتها الحارس خارج الموضوع، خارج نطاق التغطية، لازمك تخرجه. انت ما خرجتهاش يا صديقي، انت خليته اساسي وخليته يزيد ياكل على مرمته باش الحارس هذا يعني كما المسمار دقه للخر، يعني حطم له كاريره وبعتلي لوحه. فهمتوا؟ معناتها كان يجي يخمم على الأقل ينقذ كارير الحارس. جيب حد يشد عليه على الأقل يا سيدي. باهي. هذا الحارس وحكينا عليه وتهنينا عليه. بالنسبة للشامخ كما قلت لكم موش حارس خايب، أما هاكم تشوف معناتها ياكل بالخمسة في كل مباراة. مستحيل حارس ياكل خمسة وباش يدخل لك بمعنويات باهية وديما باش يغلط. راهو معناتها زايد توا. موضوع هذا معناتها ما عادش لازمنا نحكوا عليه. الشامخ إن شاء الله فرصة أخرى. بالنسبة للمنتخب التونسي في الدفاع، الطالبي قبل نشكره فيه ديما وبالحق معناتها مدافع باهي على الاخر ويلعب في نيفو باهي. مش عارف مباراة بلجيكا يتمشى، مباراة السويد يتمشى. يعني إيساك وما أدراك تخلي 200 متر بينك وبينه وتبدأ تتمشى تمشي تجاري فيه لا يشوط مع شوط تقول له تفضل شوط. المهم ما تصلش وين الحارس وكهو معناتها يعني نتبع فيك. المهم ما تراوغنيش، يعني واخذها أمور شخصية. المهم أني ما يراوغنيش إيساك، يحب يشوط يماركي أمورهم. المهم أني ما يراوغنيش وما نتعرضش للإهانة. هذه خايف منها، خايفين بصراحة. نتصور عروس خير منها يا خويا. انتم قلعتوا عروس وكهو، حطوا عروس يا خويا على الاقل حتى يغلط غلطات يعني ماهوش خواف من الاخر، ماهوش خايف، ماهوش مرتبك. والرقيق معناتها افضل لاعب في رايي الشخصي في المباراة اللي فاتت، يعني حتى ولو عنده اخطاء ولكن لاعب تحس انه على الاقل يعني عنده دم، عنده احساس، تحس انه اللاعب هذا يعني على الأقل قدّم أداء مش أداء باهي. ما ماناش باش نشكروه على الأداء، ولكن على الأقل تحسّه هيك، تحس يعني عنده النخوة التونسية، تحس إنه يحب يلعب، يحب يقدّم حاجة لتونس، ماهوش قاعد يتمشى في الملعب. فهمتوا؟ وقاعد يخرّج في كرات نظيفة. ملاعبي بصراحة رقيق، هو اللي لازم يكون تيتيلير ديما، وهو اللي لازم يكون كابتن في المنتخب التونسي. بصراحة عنده شخصية قوية. نحكوا شوي إيجابيات، ما يسالش حتى ولو إيجابيات قليلة جدًا. الأطراف العابدي وفاليري. مش عارف يعني ثم ناس مش فاهمة إنه لاعبي في غير مركزه راهو ديجا تخسر 50% من قيمته، مش عارفينها. مدخّل لي بن حميدة ومدخّل لي العابدي، يعني يتراتحوا على الجهة اليسار. مانيش عارف كيفاش باش يتفاهموا، كيفاش؟ العابدي مستانس يلعب في هالبلاصة هاك، بن حميدة زادا مستانس يلعب في هالبلاصة هاك. تحب بن حميدة مدافع ثالث يلقى روحه اوتوماتيك مثم في البلاصة هاك، مستانس متعود. وبن حميدة راهو فاشل في انه يكون مدافع ثالث، راهو فاشل. انسى الموضوع،
حتى مع الترجي أوكي شد يعني كوّر باي كمدافع يعني على الأقل، أما كي رجع كطرف أيسر حاجة أخرى، حاجة أخرى يعني ملاعبي آخر فهمتوا؟ وديجا أنت كي تلعب ملاعبي مش بلاصتو راك قاعد تخسر فيه، كي ترجع لبلاصتو ما يكونش 100%. به هذا بالنسبة للدفاع في رأيي الشخصي، معناتها هذا رأيي الشخصي. فاليري زادا والله لعب برا، مركّز معاه شوي والله لعب، ماهوش خايب بصراحة، معناتها علاش يخرّج فيه مش عارف، وحتى خرّجت على الأقل دخّل النفاتي مدخّل الحاج محمود، الحاج محمود مكتوب عليك في الصداق والّا كيفاش؟ لازم كل مباراة يلعب، ما هناك شيء، ما هناك شيء، في مباراة بلجيكا واحد ضربه بكتف جابها في ستوكهولم. وما مَس حتى كورة وما عمل حتى حاجة، وباقي تدخّل فيه مكبّش فيه تقول ولدك، هو كون كان دخّلت ولدك يكوّن خير. بالنسبة لوسط الميدان، باهي حنا بعل المجبري، الصخيري، لحظة، والغربي. يا خويا العب الهجوم، خلّينا نخسروا 7، خلّينا نخسروا 10، المهم العب الهجوم. المهم يا أخويا المهم ألعب، المهم أركي، المهم امشي لقدام، ما تقعدليش بتكتل التاني تاكل في الخبط. ما تحسبنيش يعني شاد قارد وهو جماعة تضرب وبنية تجي فيا وبنية لا، لا اضرب أنت، اللي باش يجي فيك واللي باش يجي فيك مش مشكلة، المهم اضرب، المهم امشي للهجوم، المهم العب نفس هجومي. فدينا كرهنا من حكاية 3 مدافعين، 3 مدافعين يعني بلا فايدة، الكثرة وقلة المنفعة. وعارفينك بتلعب ب3 مدافعين، فاهمين برنامجك. بصراحة هذه هذه يعني بالنسبة للمنتخب التونسي في البطولة هذه، معناتها راهو المدرب هو السبب في كل شيء. المدرب نحى لك فرجاني ساسي، نحى لك ركائز في المنتخب التونسي، حتى كان ما يلعبش تيتيلار عنده قيمته، عنده قيمته وعنده خبرته. وجاب لك جوارات أوكي، يعني جوارات باهيين راهم ماهمش خايبين، تو برشا ناس يذموا فيهم ويسبوا فيهم الجوارات، راهو ظالمهم المدرب راه، المدرب هو اللي يحط فيهم في مراكز غير مراكزهم ويوظف فيهم بطريقة غالطة، يوظف فيهم بطريقة غالطة. أنت شفتوا اللاعب متاع المغرب اللي عمره 18 عام بوعدي، يعني بصراحة طريقة التوظيف لاعبي ما شاء الله عليه، عمره 18 عام مسح القاعة بدفاع بوسط البرازيل. باهي، حنا باع المجبري ما عندهاش الخصال هيك، عنده الخصال هيك، حنا باع المجبري تنجم تلعب بيه وتعتمد عليه في كل شيء، تنجم تحطه في وسط الميدان يلعب لك كوسط ميدان دفاعي، يلعب لك في الوسط، يلعب لك في الهجوم، ملاعب يخرج لك بالكرة نظيفة. بصراحة معناتها توا السخيري جيست خاطر ما نحبش ما تقدرش تحط راني خضيرة خاطر راني خضيرة خايف داس روحه في المباراة يعني المهم ما تصنيش الكرة وكا أنا ما عملتش هي ما عملتش غلطة وكا يعني ما غلطتش وكا هذا هو راني خضيرة أخطى راسي واضرب عرفت العقلية نتاع أخطى راسي واضرب هكاك أنا ما غلطتش ماني راني حتى نشح زميلي من غادي يحب يمرر كورة نهرب نمشي نلصق للملاعبي نتاع السويد باش أنا معناتها راني مراقب فهمتوا وهو اللي يراقب في هو اللي يراقب في لاعبية السويد يمشي لهم باش بصراحة معناتها مهزلة، مهزلة. ألعبوا الهجوم يا خويا يا هيك يا هيك، أنتم كليتوا كليتوا قد كملوا حطموا الرقم القياسي في قبول الأهداف في كأس العالم، فهمتوا؟ خليكم أكثر منتخب قبل أهداف في كأس العالم، المهم ما نخرجوش من غير ما نحطموا رقم قياسي. المهم بالنسبة للهجوم عندك العياري، تونيكتي، والياس سعد. ألعب الياس سعد بصراحة معناتها قدّم الإضافة في الهجوم راه، معناتها كمهاجم ما يلعبش في بلاصته، جوارات الكل ما فيهم حتى واحد يلعب في بلاصته، والياس سعد باقي قدّم الإضافة كمهاجم وهمي معناتها، صراحة والله بن سليمان يا خويا لعب مباراة فما مباراة لعبها ضد النمسا باهية لكن بعدها لاعب ما هناش. أتصور هذه هي التشكيلة الأقرب للمنتخب التونسي إنه على الأقل نحفظوا ماء الوجه، على الأقل يا سيدي نعملوا حاجة في المونديال اللي تغفر
هالخمسات اللي قاعدين ناكلوا فيها، المنتخب اللي يجي شلبقنا، المنتخب اللي يجي يضربنا ب5. المشكلة إنك لعبت ضد الطرف الأضعف في المجموعة اللي هو السويد، ما زال اليابان وما زال هولندا. ربي يحسن العاقبة مش عارف كان باش يجيبوا مدرب جديد، تو نحكوا على تشكيلة حسب الفكر التكتيكي متاعها، كان باش يقعد هذا نفس المدرب. أنا ما عادش باش نحط تصويرته بصراحة في الافيش، نحط تصويرة لاعب آخر من المنتخب التونسي، وما نحطش تصويرة المدرب خاطر بالحق كارثة.